يا صباح الفل يا فندم، يا صباح الفل. انت بعت لي كنت عايزني في حاجه ولا ها؟ جواب ترقيه لي انا؟ اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. والله طول عمري بقول على حضرتك الرجل المناسب في ال ربنا يستر. هو بالنسبه يا فندم للورقه مش مكتوب فيها اي ارقام يعني ولا كده؟ دي اللي دي اللي هي يعني زياده في المرتب، لا مؤاخذه في الكلمه يعني. ما هو اكيد مع كل ترقيه في زياده في ولا ايه راي حضرتك؟ هو ايه الحركه اللي حضرتك عاملها من ساعه ما انا دخلت دي؟ انت يعني انا مش عارف. لا اصل 2000 جنيه يعني الصراحه مش هتبقى مناسبه للمهام اللي حضراتكم كاتبينها في الورق. مش هتبقى مرضيه قوي 2000 جنيه. مش 2000 جنيه. امال ايه حضرتك علامه النصر اللي حضرتك عاملها لي من ساعتها ديت؟ يعني اصل انا بدات اتوغوش كده. يعني 200 جنيه؟ هي ايه دي اللي 200 جنيه يا فندم؟ زياده 200 جنيه؟ دي ما اسمهاش زياده يا فندم. دي ما اسمهاش، دي اسمها دخانك مثلا، حسنتك، حلاوه الترقيه. لكن 200 جنيه ايه اللي زياده دي يا فندم؟ لا اله الا الله. لا لا لا. وبعدين انتم مزودين هنا التارجت نص مليون ومزودين انا 200 جنيه. الشارع لا مؤاخذه، لا مؤاخذه يا فندم، لا مؤاخذه. لا هو حضرتك باعت لي في المكتب ويعني يعني تقول لي مبروك وفي ابتسامه غير مبرره على وشك كده. ممكن اعرف ايه السبب؟ يعني انا ايه الحلو في اللي حضرتك بتقوله يعني مثلا؟ هديك صلاحيات؟ ايه هديك صلاحيات دي؟ تديني صلاحيات يعني في الشغل وكده؟ ايوه، اعمل ايه انا بيها يعني؟ مش فاهم اعمل ايه انا انزل ابيعها مثلا واجيب فلوس، ولا اعمل ايه انا بالصلاحيات دي؟ يا فندم انا بتكلم على وطبعا حضرتك زدت فيها يجي 20000 جنيه لحركه الترقيه دي، مش كده؟ لا انتوا بتتعبوا، انتوا بتتعبوا والله. وبعدين انا عارف ان مسؤولياتك كتير. قطع الغيار بتاعت البي ام انا سمعت ان هي مولعه اليومين دول. اللهم صل على النبي. والقسط الاخير في الشاليه اتدفع؟ لا تمام تمام يا فندم. والله انا حاسس ان احنا عبء عليكم يا فندم. انا حاسس ان احنا عاملين لكم دوشه في الحياه الصراحه يعني. ربنا ياخدنا يا اخي، ربنا ياخدنا وترتاحوا مننا خالص عشان نبطل الدوشه اللي احنا عاملينها لكم دي. استغفر الله العظيم يا رب. لا اله الا الله. امضي فين؟ امضي هنا؟ لا شوف لي ورقه استقاله بقى، اطبع لي ورقه استقاله يا فندم. هي كده كده امضى بقى. بلا 200 جنيه. بلا 200 جنيه ايه؟ ومشربني في المكتب كله ده. العيال هتشرب حاجه ساعه يجيب 500 600 جنيه على اللي انت قلته ليه. لا اله الا الله. زودني انا 200 جنيه؟ استغفر الله العظيم يا رب يا اخي.